مدينة تازة هي مدينة عريقة اللي عطات بزاف ديال النجوم والأبطال الكبار واللي يشرفوا هاد الوطن. رحبوا بضيف الحلقة ديالنا البطل العالمي اللي حطم جميع الخصوم ديالو الملقب بالطيزون المغرب. كنقدم لكم اليوم ضيف الحلقة ديالنا الشخص الطامح نبيل حريولي. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. نبيل حريولي الملقب بالطيزون المغرب سنة 1990 وبالضبط في هولندا من أبوين مغربيين وبالضبط مدينة تازة اللي كتوجه بشمال الشرقي للمغرب. كتعتبر هو الأصغر بين أخويه حليم وهشام. بدات المسيرة ديالو في رياضة الجيمباز كأول رياضة تيبدا بها مني كانت عنده 13 سنة من بعد أعوام من التدريب الشاقة مع أخويه اللي كان كيدربو بشكل يومي قدر يحسن المستوى ديالو. كان عزيز عليه الملاكم الطيزون ومحمد علي كان هما القدوة ديالو في هاد الحياة. من بعد مدة قصيرة انتقل لرياضة الكيك بوكسين وقرر البقاء فيها للأبد. نبيل لقى داكشي اللي كيبغي وكيرتاح فيه واستمر في المسيرة ديالو مع أخويه اللي كانوا سابقينه في الميدان الكيك بوكسين اللي كانوا ديما تيدعموه باش يستمر في هذه الرياضة ويحببوه فيها. كان نبيل تيحضر لكاع المباريات ديال أخويه الأكبر اللي كان محترف في رياضة الكيك بوكسين وتيراقب التحركات ديالو باش يحسن من المستوى ديالو. من بعد نبيل الطريق وضحت ليه ومن ضمن التدريب صباحا وعشية نبيل ولا جاهز 100% ولا كيجمع بين الدراسة ورياضة الكيك بوكسين. نبيل بدا كيحصد الثمار ديال الخدمة وتمارة كاملة اللي دازت عليه ونجح في المسيرة الدراسية ديالو وقدر يتحصل على شهادة العلوم الإنسانية بجامعة ريتروند للعلوم الطبيعية. فرح بزاف حتى كيتفاجأ راه عنده نزال في الأسبوع القادم وما كانش مستعد ليه بتاتا مع الملاكم الفرنسي. كان أول نزال في المسيرة ديالو مشى كيتريني مع الأخ ديالو هشام استعدادا للمباراة. نبيل ولا جاهز ومستعد للنزال ضد الخصم الفرنسي 13 أبريل 2019 لعب مع الملاكم الفرنسي 3 جولات واللي حصل الحظ أخيرا قدر ينتصر المباراة ديالو الأولى واللي كانت واحد الفرحة لا توصف بالنسبة لي. من تما جاو بزاف ديال النزالات في ديك المدة من طرف بزاف ديال الملاكمين اللي من بينهم ملاكم عز الدين التونسي وكيل طوط الإنجليزي والقائمة طويلة. نبيل مع الإصرار ديالو والطموح ديالو هادشي ما وقفوش وقبل النزال مع الإسباني خوان بيرران وقدر يفوز نزالات في الجولة الأولى. من تما ولا سميت نبيل حريولي مطبوعة في رياضة الكيك بوكسين ولا كيعتبرو موهبة صاعدة وكيتميز باللكمات ديالو القوية والمهارات ديالو حتى التواضع ديالو. هو شخص خالق ومنضبط ولات ما كتوقفو حتى حاجة في طريقه وقدر يدخل قلوب المغاربة. ومن سميت نبيل حريولي كيعرفها صغير وكبير. نبيل ديما كيبين الحب ديالو للمغرب من خلال رفع راية المغرب جميع المباريات وكيدوج جميع العطل والأعياد ديالو في المغرب. الملقب سميوه كما بغيتو. عندنا شرف لنا كبير يكون عندنا نبيل حريولي هنا ماشي في نقولوش في القاعه ديال النادي الافريقي وانما في المغرب كامل. انا كنحسب في المغرب كامل. نتمنوا مسيره موفقه لهذا الشخص الطامح. غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك راه فابور.